النادي الأهلي يفرض التعادل على الترجي التونسي في رادس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والنادي الأهلي ينتظر مباراة الحسم هنا في القاهرة يوم السبت المقبل يوم 25، والزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية، تاني أكبر بطولة في قارة أفريقيا بعد بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومانشستر سيتي رسميا بطلا للدوري الإنجليزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدا معاكم الفيديو يا ريت ما تنسوش باللايك، اللايك فضلا وليس امرا، واللي مش مشترك في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من ملعب احمد الكوتش. نخش الاول على نتيجه مباراه النادي الاهلي ونادي الترجي. يعني انا شايف ان هي نتيجه مرضيه للنادي الاهلي اكتر من نادي الترجي، وخاصه بعد اصابه علي معلول من بدايه المباراه ونزول كريم فؤاد، ولكن برافو كريم فؤاد اللي نزل في مركز ولعب في مركز مش مركزه. كريم فؤاد دايما بيلعب مع النادي الاهلي ظهير ايمن مع محمد هاني، ما شفتوش خالص بيلعب ظهير ايسر مع النادي الاهلي. اي نعم ما جامش بالادوار الهجوميه اللي كان هيعملها علي معلول في المباراه، ولكن النادي الاهلي بيلاعب الترجي التونسي في رادس في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، فالنادي الاهلي كان مطالب اكتر ان هو ما يخشش فيها اهداف، والنادي الاهلي قدر في النهايه ان هو يعمل اللي هو عايزه وان هو ما يخشش في اهداف. يعني نخش على تفاصيل المباراة. يعني المباراة كانت متقفلة جدا من النادي الأهلي ومن نادي الترجي. ناديين نادي الأهلي ونادي الترجي كانوا مقفلين بشكل كبير جدا. الأهلي ما كانش عايز يخسر، والترجي التونسي ما كانش عايز يخسر. يعني النادي الأهلي طوال المباراة جات له فرصة واحدة بس، ونادي الترجي برضه جات له فرصة واحدة بس. نادي الترجي جات له فرصة، طبعا الكرة كانت عرضية وراحت على دماغ رودريجيز، قدر يعملها بدماغه. بس طبعا الكرة قلشت وطلعت بره، والكرة اللي كانت للنادي الاهلي كانت مع امام عاشور برضك صوب تصويبه برضك وعدت بجوار القائم. يعني الكرتين كانوا بره، مفيش كور مثلا على الجون نقول مثلا كرات مثلا خطيره او الكرات مثلا كانت المفروض تخش جون، مفيش الكلام ده خالص. يعني برضك في الاخر انا شايف برضك ان هي نتيجه مرضيه للنادي الاهلي، وخاصه بعد خروج علي معلول. هتقول لي مثلا تم علي معلول مش هيلعب مباراة العودة للنادي الأهلي يوم السبت المقبل مباراة العودة. لا، مباراة العودة ديت طبعا هيبقى لها حسابات تانية خالص. هنشوف بقى مين اللي هيلعب مكان علي معلول. يا ترى كريم فؤاد هيلعب برضو تاني، ولا ممكن ينزل مثلا كوكا بعد رجوعه من الإصابة، أو ممكن ينزل رضا سليم ويغير مثلا من خطة اللعب وينزل رضا سليم. بس ديت انا بستبعدها شوية ان هو يغير خطة اللعب. يعني انا شايف ان هو يلعب كريم فؤاد او كوكا، بس انا من وجهة نظري انا يلعب كريم فؤاد. طيب ده بالنسبة للنادي الأهلي. طبعا كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي طبعا إن هو يفوز بالبطولة ديت، عشان خاطر يبقى الزمالك خد بطولة الكونفدرالية والأهلي خد بطولة أفريقيا، ونلاعب بعض في كأس السوبر الأفريقي ويكون نهائي مصري. وطبعا كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي. طبعا مبروك طبعا لنادي الزمالك فوزه طبعا بكأس الكونفدرالية. طبعا يعني انا ببارك طبعا لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. طول ما نادي الزمالك بيشارك في بطولة النادي الاهلي مش فيها، انا بشجع نادي الزمالك لانه طبعا بيمثل مصر في هذه البطولة. وانا اتمنى من جماهير نادي الزمالك يبادلوني نفس الشعور لما النادي الاهلي يكون بيلعب في بطولة الزمالك مش فيها. يعني يا ريت يشجعوا النادي الاهلي، وخاصة نهائي افريقيا. يعني شجعوا النادي الاهلي، يعني بما ان يعني النادي الاهلي طبعا بيمثل مصر في هذه البطولة الاكبر في قارة افريقيا. طيب اخر حاجه معانا خالص بقى، مانشستر سيتي رسميا بطلا للدوري الانجليزي. يعني مانشستر سيتي يعني الدوري الانجليزي يا جماعه هيتحسم في اخر جوله في الدوري الانجليزي، يعني مش قبلها مثلا 3 4 ماتشات، في اخر جوله في الدوري الانجليزي. لو كان مانشستر سيتي تعادل بس كان هيبقى عنده عدد نقاط قد ارسنال اللي كان هيلعبوا مباراه فاصله، او كان ممكن مانشستر سيتي برضه يفوز لان عنده عدد اهداف اكتر من ارسنال. يعني بس بصراحه يا جماعه حاجه جميله جدا لما الدوري ينتهي، يعني او فريق يحسم الدوري في اخر جوله من الدوري. يعني طبعا الدوري الانجليزي السنه دي كان قوي جدا بين مانشستر سيتي وارسنال، وليفربول كان داخل في الصوره، بس طبعا جه في اخر 3 4 ماتشات
او 5 6 ماتشات كده، وخسر ماتشين ورا بعض او خسر ماتشين وتعادل. يعني جات له فتره كده وما كانش بيكسب ليفربول، عشان كده طبعا بعد عن المنافسه خالص. ارسنال هو اللي كان في المنافسه مع مانشستر سيتي، ولكن مانشستر سيتي في النهايه هو اللي فاز. طبعا مانشستر سيتي في اخر مباراه خالص كان بيلعب وست هام، مانشستر سيتي كسب 3-1. كده مانشستر سيتي عنده 91 نقطة في المركز الأول وأخذ الدوري، ولعب 38 مباراة. لكن أرسنال في أرسنال فاز على إيفرتون 2-1، عنده 89 نقطة. يعني مانشستر سيتي فارق عن أرسنال بفارق نقطتين اتنين بس. يعني لو كان مانشستر سيتي اتعادل بس مع وست هام، كان هو وارسنال كان يبقوا هما الاثنين عندهم 89 نقطة، وساعتها كان يبقى في حسابات تانية خالص، كانوا هيبصوا لعدد الاهداف. بس انا على ما اعتقد يعني ان مانشستر سيتي عنده عدد اهداف اكتر من ارسنال. طبعا كنت اتمنى طبعا ان ليفربول هو اللي ياخد الدوري السنه دي، بعد طبعا ما يورجن كلوب طبعا ساب ليفربول. طبعا ليفربول طبعا يعني عمل له طبعا يعني احتفال. طبعا راجل مع نادي من زمان بقاله سنين طبعا. يعني اتمنى التوفيق طبعا ليورجن كلوب في اي نادي يروح له، مدرب محترم طبعا. وطبعا محمد صلاح انا مش عارف هيكمل مع ليفربول ولا مش هيكمل، بس انا في اعتقادي يعني انا شايف ان ليفربول، يعني شايف ان محمد صلاح كفايه عليه كده في ليفربول. انا شايف ان هو يعني اتمنى ان هو يروح ريال مدريد. ديت امنيه حياتي، ان بما ان انا بشجع ريال مدريد فاحب محمد صلاح يلعب مع ريال مدريد. وبس كده وكده اكون خلاص كده اكون وصلت معاكم نهايه فيديو النهارده. اتمنى ان اي حد شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك. اللايك فضلا وليس امرا، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من ملعب احمد الكوتش. والسلام. ختام.